13 واليوم 25 من شهر ديسمبر أي 12 من رأس السنة. لاحظوا معي من أهم الاحتفالات والمواليد هو ميلاد المسيح يوم 25 من شهر 12 واحتفال الكنيسة به، وهذا شيء يعني كبير جدا وعلامة عظيمة. كذلك ولادة الآلهة في نفس اليوم، منها الآلهة أوزاريس. فلاحظ معي يوم 25 ديسمبر كيف ولدت كذلك الآلهة أودونيس والآلهة كريشنا. بنفس اليوم ولادة الإله ميترا ابن الرب، وكذلك عيد الشمس التي لا تقهر والتي احتفل بها الرومان الوثنيون يوم 25 ديسمبر. فركزوا معي، هذا اليوم يعني هو تاريخ كبير وحافل في التاريخ البشري القديم والحديث. ولأن اليوم 12 مقدس عند الله سبحانه وتعالى، وفي هذا الكون ولد فيه محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من مشى على هذه الأرض. في جميع الحضارات تجدهم يعملون صيام 15 يوم، 20 يوم، شهر، 45 يوم دائما في آخر السنة في جميع الحضارات، في أغلب الحضارات في هذا الكون التي تسمعها أو التي لا تسمع بها. لماذا؟ لأنهم يتقربون إلى إلههم، لأنهم يعرفون أن هناك نظام وهناك علم في هذه الأرض يجب أن يدعوا إلههم أو أربابهم أو الذين كانوا يؤمنون بهم سابقا في جميع الحضارات. وكذلك نحن المسلمون، نحن نعيش في نفس النظام ونعيش في نفس الكون وفي نفس التقاليد، فهي موجودة بوضوح في القرآن الكريم. وسبق أن نشرت محاضرة فيها ساعتين في هذا الأمر في ركن الزراعة، فارتبطت هذه الاحتفالات بالشجرة وبالمياه. فأنت ماذا تحتاج؟ هل تحتاج هاتف كهدية، أو تحتاج سيارة كهدية، أو تحتاج ماء وهو عنصر الحياة، أو تحتاج ما تأكل وهو عنصر الحياة لك وللحيوان؟ فالأكيد والمؤكد عندما تعود إلى الوراء قليلا، وكيف أن العالم يحتاج إلى الماء وجميع الأمم والغراسة، يعني الغرس وأساس الزراعة هو الماء. فالله سبحانه وتعالى جعل شرط العبادة كأنه يتحكم، يمسك السماء ألا ترسل علينا ماء مدرارا. فهنا الحكمة. فرأس السنة ولا الليالي البيض يختلف طقوس تقرب إلى الله في الحضارات القديمة أو الأمة الإسلامية، فهي على نفس النظام، ولكن فيه تشويه كبير إلى رأس السنة. فمثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى الدليل على الفجر وليال عشر والشفع والوتر، الفجر وليال عشر والعشرة والواحد، ثم الشفع والوتر 13، فهنا الإشارة إلى الشهر 13، وكذلك العصر من المعصرات ويحكي على الماء. وكذلك سورة الرعد التي ترتيبها 13، ومذكور الرعد في سورة الرعد في الآية 13، وقبله البرق الآية 12، وعديد الآيات شرحتها سابقا، والصور والحكم، وكذلك الآذان وكلمة الفلاحة والدعوة إلى الفلاحة في القرآن، كلها تصب في شهر 13 أي شهر 12 والواحد، وهو النسيء، كان يسمى النسيء 13، أي بداية الشهر الأول، تحديدا الأسبوعين الأولين من بداية السنة. فهناك من يحتفل يعني يعد 10 أيام فقط، يعني جوهر، يعني منتصف هذه الليالي البيض 20، وهناك من يحتفل ينقص 10، وهناك من يزيد 10 أيام، وذلك بعدما أضافوا 10 أيام في الحساب الغريغوري في الكنيسة في المسيحية سابقا. فلو تبحثون تجدون أن هذا الوقت مقدس جدا، وكل العلوم ترتكز عليه. فمثلا أعطيك مثال، الشريعة الإسلامية تحرم، يعني تضع شهور محرمة، فتقول الأشهر الحرم وهي 4. لماذا؟ نفس القاعدة. فتجد أن الأشهر الحرم الحالية متلاعب فيها، فالثلاث أشهر الأولى من الأشهر الحرم تكون شهرين قبل رأس السنة، والشهر ما بعد بداية السنة الجديدة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول للإنسان خشوعوا، يدعو إلى الخشوع، إلى التوبة، إلى بداية التحضير لرأس السنة. هذا هو المقصد الأساسي من رأس السنة. فتكون الناس في رحلاتها نحو الحج، في صيامها، فارتبطت هذه الأشهر بالصيام والقيام والحج.
والعبادة والتقوى والإنابة والرجوع والدعاء والاستغفار. إن فتحنا لك فتحا، لماذا؟ ليغفر لك الله. فارتبطت سورة الفتح بفتح، كأنه يعني ينزل إلى السماء يفتح لنا الباب، وكذلك الفاتحة. فلو تلاحظ أن سورة الفاتحة جاءت في بداية القرآن كأنه بداية السنة، ثم الفاتحة الثانية حسب النزول جاءت في المرتبة هنا، الفاتحة الأولى حسب المصحف، وهنا بعد 5 سور تجد الفاتحة حسب النزول، ترتيب النزول. فهنا إشارة إلى الفتح والفاتحة. فأين تجد سورة الفتح؟ هذه الفاتحة وهذه الفاتحة، فتجد هنا سورة الفتح وهنا سورة الفتح، وسورة التوبة تجدها هنا وسورة التوبة تجدها هنا. فهذه الزاوية يعني في الصور، لما تجد الصور القرآن فهذه الزاوية تشير من بداية القرآن، تشير إلى بداية السنة، أن الله سبحانه وتعالى فتح لنا في تلك الزاوية. الفاتحة والفتح والتوبة وكل الرموز للنصر، كذلك من سورة النصر. فالله هنا ينصر المسلمين بتوحيده، العبد يوحد الله في سورة النصر، والله سبحانه وتعالى ينصر من نصره. فقيمة الأشهر الحرم وهي التحضير لعبادة الله والخشوع في هذه الأرض، لأنه خلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا في سورة الملك. فكان التحضير هو أساس التحريم، التحضير لعيد، التحضير للتوبة في رأس السنة، لاستقبال هدايا الله سبحانه وتعالى بوضع الأشهر الحرم. فلاحظوا معي 3 أشهر تختتم بالشهر المحرم. فأين يكون هذا الشهر المحرم أو الشهر الحرام؟ فيكون في بداية السنة، ويكون في شهر يناير، ويكون في الشهر الأول، ويكون في شهر جانفي. فلاحظ معي، أعطيك بعض الأدلة العلمية، أن 3 شهور ثم يكون ما بعد يعني بداية السنة يكون اليوم يكون الشهر رأس السنة يحدد إلى أقصاه. يعني هناك من يضع ينقص 10 أيام في التوقيت الجريجوري، وهناك من يبقيه لا يزيد أو ينقص في 10 أيام، فتكون 4 من بداية السنة 4 أيام، أو 14 تنتهي الليالي البيض. فلاحظ الأيام هو 14، يعني 3 شهور و14 يوم. وهذا هو الثابت الرياضي 3.14 أو 143، وهي عدد حروف الفاتحة والفتح، أو هي نفسها الصلاة. فعندما نصلي نقوم بالركعات، يعني مثل المغرب 3 ركعات، ثم تتبقى لنا 14 ركعة، 3 14. أو عندما نركع أو نسجد فنقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، وهي 3 كلمات متكون فيها 14 حرف. فالنظام كذلك الفاتحة التي فيها 143 حرف، أي 3 14. فلاحظوا معي ركن الصلاة أو ركن الحج أو وضع الله سبحانه وتعالى هذه الأشهر ال3 وراء بعض، ثم يكون بعدها 14 يوم المقدسة التي تكون فيها ثلوج بحول الله، وهي هدية من الله سبحانه وتعالى. تقول لي ولماذا الشهر الرابع لم يأتي وراء بعض، يعني منفصل؟ لماذا الأشهر هذه الأشهر الحرام كانت يعني منفصلة 3 ثم الرابع يعني وراء بعض، ثم الشهر الرابع رجب منفصل عنها؟ فأقول لك أن الله سبحانه وتعالى قدس من هذا دليل أن الشهر محرم أو رأس السنة يعني له قيمة كبيرة. فالله سبحانه وتعالى عظم الشهر محرم الأول من السنة، فكان ما يقابله فلكيا هذا في الصيف. أما الشهر الرابع من رجب فيكون في الصيف، يعني شهر محرم في الشتاء فيكون ما يقابله وهو شهر رجب، وهذا ما يسمى الخط الذهبي. بمعنى لو يكون هنا شهر محرم ستجدون أن شهر رجب يقابله، وهذا هو الخط الذهبي الذي ذكرته في معادلة 12-13 سابقا، وذكرنا ارتباطه بعظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة القرآن الكريم، وشرحنا عديد الآيات والعلوم والأعياد
ولادة الآلهة فيه عبر الكون والتراث البشري. حتى الأشهر مبنية، محرم يقابله رجب في الأشهر، ومبنية الشهور، زمنية الشهور تابعة إلى الثابت الرياضي للصلاة 13-14، أو تابعة يعني زمنيا الشهر تابع للصلاة وتابع إلى الشهور وإلى تقديس الحج. فآخر الأشياء أفضلها وختام هذه الأشهر الحرم، وهي لعدم حدوث يعني مثل الحروب أو التفرغ لأمور كثيرة، فجعلها الله تمهيدا وكأنه بروتوكول لاستقبال شخصية ما. فهذه الأشهر تعظم رأس السنة والله سبحانه وتعالى نزوله فيها في هذه الأيام، فتكون السماء مشرقة ليلا، لهذا سميت الليالي البيض، فتكون حتى السحب تقريبا منعدمة، يعني سماؤها صافئ. ثم يليها الليالي السود، فتحزن هذه الأرض أو هذه السماء على ذهاب تلك الليالي. فالله سبحانه وتعالى لما ينزل إلينا يعطينا أقدارنا ويحدد لنا موعد للتوبة، وسماها بالفتح في القرآن الكريم: إن فتحنا لك الفاتحة، النصر، وكل هذه الإشارات للتوبة إليه. فهذه العلوم كانت معروفة مفهومة واضحة سابقا، ولكن هناك من تم تحريف جوهر الإسلام. أي شيء يؤدي إلى فهم الجوهر وربط العبد بربه تم حذفها، حذف معاني اللغة العربية كذلك. فلاحظوا معي نزول الثلج. هذا الثلج يا إخوان استعملوه في الشفاء والعلاج شربا وغسلا، فهو من أفضل وأنفع ما يفيد البدن. فلاحظ معي أن رمزية الثلج لو تلاحظون في كذلك في القصص السابقة في الأمم التي خلت، كان يمثلون شخصية بابا نويل وهو ينزل من عربة من السماء بذلك اللباس الأحمر بقبعة صوفية ولباس صوفي ولحية بيضاء، وكأنه يمثل الخير. فالرمزية هنا لو نحاول استحداثها أو مقارنتها مع الإسلام، فشبه بابا نويل بالله سبحانه وتعالى في أفلام الكرتون، يعني كأنه إيحاء. لاحظوا معي لو نجمع الفكرة من أين مستوحاة، ولو تبحث عليها لا تجدها صراحة، ولكن لاحظوا معي فقط لأثبت لكم الحكمة هنا من هذه القصة. ينزل شخص يعني لطيف اسمه بابا نويل بلباس أحمر ولحية بيضاء تظهر عليه الحكمة، ويأتي بالهدايا، الثلج، ويأتي في وقت الثلج، ويأتي من السماء. لاحظوا كل هذه النقاط مهمة في إدراك رأس السنة. يكون الثلج في رأس السنة يعني، وينزل بالهدايا للصالحين. هذه نقطة مهمة، للذين مثلا فاعلوا الخير. يريك مثلا رسوم متحركة أن طفل وطفلة يلعبون، والأول ضرب الثاني، ثم الثاني يعمل الخير أو ما إلى ذلك، ويكون مظلوم وإلى ذلك، فيعطيه بابا نويل في الليل تحت الوسادة، يعطيه هدية. الليل، النزول من السماء، رجل حكيم يأتي بالثلج، يعني يأتي في فترات تساقط الثلج ويعطي الهدايا، وهو حكيم وخير، ويعطي للناس الخيرة والطيبة في الأرض، ثم يعود كل هدايا. فهذه كلها تشير إلى نفس رمزية رأس السنة. كذلك افتح القوس. على ماذا يحتفلون هؤلاء؟ كلها أعياد زراعية. حتى المسلمين يحتفلون في القرآن أو بيوم الجمعة في علم الزراعة. عندما نذهب إلى رمزية الجمعة، هي أعظم جمعة في رأس السنة، ويناير يأتي بعد جمعتين. فالاحتفال بالعيد الثالث للمسلمين. دائما ما يسمى السلف يذكرون عيدين فقط ويتناسون عيد الجمعة. عيد الجمعة عظمت هناك مثل نزول الله، النزول الأصغر والأكبر. الأكبر يكون في رأس السنة ويطول، أما النزول الأصغر وهو 3 أيام، 12 13 14 من كل شهر هجري يكتمل فيه القمر، ولهذا نحجم فيه السوائل وتتحرك السوائل. كذلك
ماذا كنت أقول؟ كذلك الزراعة يعني، ولا عيد الجمعة، العيد الثالث، فهذا العيد يكون في رأس السنة، هو أعظم عيد، يعني أعياد